اهلا بيكم متابعين قناه اوتو هيثم في كل مكان. بدايه طبعا حابب اشكر الاستاذ عمرو صلاح مدير فرع معرض الاحمدي موتورز اللي في مدينه نصر اللي جنب سيتي ستارز، اللي اتاحته الفرصه ليا ان انا اصور العربيه الجيلي جي اكس 3 برو موديل 2024. النهارده انا جايب لكم العربيه جيلي جي اكس 3 برو موديل 2024، والعربيه دي مصنفه من فئه العربيات الكروس اوفر اس يو في تحت المدمجه. العربيه دي صينيه المنشأ والتصنيع، بتنزل بفئه واحده، التوكيل بتاعها في مصر ابو غالي موتورز. العربيه الجيلي اكس 3 برو زي ما انتم شايفين كده هي عربيه صغيره اقتصاديه، عربيه كده ما تلاقيش فيها مشكله في الركنه خالص، وعلى الرغم من كده جايه بتصميم رائع وحديث. ينزل منها بره مصر نسخه كهرباء. منافسينها في السوق رينو ستيب واي سانديرو، شيري تيجو 3 والبايك اكس 3. العربيه دي لما هتتفرجوا معايا عليها هتنبهروا جدا بانها على الرغم انها تبدو انها عربيه صغيره الا انها عربيه اقتصاديه قويه جدا. وقويه دي لان العربيه فيها وسائل امان كويسه جدا ومحترمه جدا. تعالوا مع بعض نتفرج على العربيه ونشوف ابرز واهم مواصفاتها. بس قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وما تنسوش كمان تفعلوا الجرس. مبدئيا كده لو بصينا على شبكه العربيه هنلاقيها كبيره، والفتحات اللي موجوده دي فتحات تهويه حقيقيه وجايه من البيانو بلاك، طبعا بتوسطها علامه جيلي الشهيره، كلها محاطه بالنيكل كروم وممتده للفوانيس بتاعت العربيه. كمان هنا هنلاقي فيه ديفيوزر هنا برضو جاي كفتحات تهويه الجزء ده هنا، مع وجود الفوج لايتس اللي بشكلها هنا جايه بشكل طولي، مدي برضو شكل حلو كده للعربيه. بالنسبه لخطوط العربيه سواء الاماميه او الجانبيه في العربيه سيمبل جدا، بسيطه خالص. في الجزء ده فيه هنا تريم، اما الجزء في العتب ده جاي فبر على شكل الكربون فايبر. مرايات العربيه بتيجي ضم وكهرباء وفيها اشارات في الجوانب بتاعتها، وجايه الكفر بتاعها برضو فبر بلاستيك بس جاي برضو على شكل الكربون فايبر. العربيه بتيجي بفتحه سقف كهرباء، بلس كمان ان في روف راك جاي باللون الفضي، مدي برضو شكل ظريف للعربيه. دخول العربيه بيكون كيلس، ممكن دخول بدون مفتاح. اما بالنسبه للخلفيه فالعربيه برضو بسيطه جدا، في مساحات في الازاز الخلفي او في مساحه مطر في الازاز الخلفي، في برضو سبويلر خلفي مدمج فيه ستوب لايت، وهي في ديفيوزر شكله كويس قوي وظريف. ولو نزلنا بقى لتحت شويه كده هنلاقي فيه ديفيوزر جاي باللون الاسود او الفبر الاسود، في بروزات 4 بروزات كده مدين شكل لطيف للعربيه من ورا. وهنا طبعا دي مجرد عواكس في العربيه، مع وجود حساسات خلفيه وكاميرا رجوع خلفيه في العربيه. الاضاءه الاماميه بتيجي هالوجين، اما الاضاءه الخلفيه فبتيجي LED. لو جينا بقى بصينا على العربيه قلت لكم عربيه منمنمه كده صغننه حلوه، كروس اوفر اس يو في تحت المدمجه. فهنلاقي العربيه جايه بطول كلي 4 متر، عرض العربيه حوالي متر 71، الارتفاع الكلي للعربيه متر 57، ارتفاع العتب بيجي حوالي 18 سم ونص، اما طول قاعده العجلات فبيجي 2 متر 48. مقاس الجنود في العربيه 16 بوصه 205 على 60. شنطه العربيه بتفتح مانيوال. مساحه الشنطه في العربيه بتيجي 400 لتر، وعلى الرغم من انها العربيه تبدو انها صغيره الا ان مساحه الشنطه والله فعلا مش وحشه، حلوه. يعني 400 لتر فعلا على المساحه دي مش بطاله. تبقى في عربيات سيدان واكبر في الحجم واطول وبتبقى مساحه الشنطه فيها 350 لتر، الا ان هنا لا، مساحه الشنطه لا حلوه. في برده هنا مساحات كده جانبيه من ناحيتين، في برده هنا نور، وهنا ده الاستبن بتاع العربيه. ولو انت عايز تكبر طبعا الشنطه عن كده ففي امكانيه طي ظهر الكنبه الخلفي. من الحاجات اللطيفه جدا في العربيه ان انت لو نزلت من العربيه وناسي الازاز مفتوح مش مضطر ان انت تخش العربيه تاني وتدور وتفتح عشان تقفل الازاز، لا، بالريموت هتروح دايس ضغطتين كده خلاص الازاز كله اتقفل في العربيه. وعلى الرغم ان العربيه انها تبدو اقتصاديه وبسيطه جدا الا انهم مهتمين بادق التفاصيل في العربيه.
زي ما قلت لكم برضو ان العربيه على الرغم انها عربيه بسيطه واقتصاديه الا انهم مهتمين جدا بالخامات، سواء تقفيل او تصميم، حتى الاجزاء البلاستيك اللي فيها من البلاستيك الجيد. بصوا معايا على التابلو، بصوا على تصميمه، بصوا على رسمته، بصوا على تقفيله. على الرغم من العربيه تبدو اقتصاديه الا ان هم فعلا مهتمين جدا. خامات جيده، تصميم شكله حلو، رسمه التابلو والتصميم بتاعه في هنا كونتراست كده جاي ما بين الجزء اللي فوق في التابلو والجزء اللي هو اسفل منه شويه بالتدرج اللي نازل ده، حته كده سيلفر جايه مع الحته الاسود، فمديها كونتراست شكله حلو يعني. ده غير كمان شكل فتحات التكييف متكمله كلها كانها فتحه واحده كلها. هي فتحات التكييف اهي قدامنا اهي زي ما احنا شايفينها، الا انه مكمل الشكل كله شكله لطيف يعني. وشاشه الانفوتينمنت اللي موجوده هنا بتدعم الاندرويد اوتو والابل كار بلاي، وهي بتيجي 9 بوصه. هنا برضه علامه جيلي موجوده كده في الشاشه. هنا بقى السيتنج بتاعت الشاشه، المالتي ميديا، الفون، فيديو لو انت عايز تشغل فيديوهات، صور لو انت حاطط صور ممكن تقلب تعرض من هنا. اللي يعني المهم الشاشه فيها طبعا شويه حاجات ظريفه جدا. وهنا الايزي كونكشن ان انت ممكن توصل الموبايل دايركت على العربيه، دي مالهاش دعوه بالاندرويد اوتو والابل كار بلاي. ده طبعا الستارت ستوب انجن، تشغيل المحرك، مكانه ظريف قوي في حته حلوه. الكونسول سيمبل قوي، شكله بسيط. انا قلت لكم عربيه اقتصاديه، لكن التابلو سيمبل جدا الا انه والله شكله حلو يعني، مع اليد اللي موجوده هنا دي كده، وتطعيمات من النيكل كروم. عصايه الفتيس نفس المقبض بتاعها شكله حلو ظريف مش وحش. في فتحه يو اس بي، في شاحن 12 فولت، في هنا برده مساحه تخزين، وهنا في كمان مكان الاثنين كاب هولدرز موجودين هنا. علبه التخزين هنا جايه من الجلد وفيها خياطه حمراء زيها زي بقيه الكراسي الجلد اللي في العربيه. مساحه علبه التخزين بقى لو جينا فتحناها هنلاقيها مساحتها حلوه ظريفه، هي يعني عميقه على فكره، يعني هي تبدو صغيره شويه كده لكن هي العلبه نفسها عميقه يعني. شاشه الاعدادات في العربيه هنا تيجي 10 بوصه انالوج، بس في شاشه في النص هنا دي 3.25 بوصه، ودي بيبقى فيها بعض المعلومات الخاصه بالعربيه. لو جينا بصينا على الطاره في العربيه هنلاقي ان الطاره جايه من الجلد بخياطه كده باللون الاحمر، مديها برده شكل رياضي ظريف في العربيه. وطبعا الطاره جايه على هيئه الشكل الدي شيب مالتي فانكشن، وفيها تطعيمات من الكروم، وبتوسطها علامه ايميجراند الشهيره. من الحاجات اللي لاحظتها برده تعتبر حاجه جميله في العربيه، المرايه حجمها كبير، ودي بتبقى ميزه حلوه جدا للسايق ان هو بيبقى شايف الطريق بوضوح جدا وراه. لو جينا بصينا بقى على بطانه الابواب هنلاقي ان البطانه طبعا كشكل هي مكمله الشكل الداخلي للعربيه، لكن طبعا كلها جايه من البلاستيك، مفيش فيها جلد الا يمكن بس الجزء بتاع مسند اليد اللي هنا. في هنا برضو الحته دي كده جايه ناعمه، الحته دي مخربشه شويه بس فيها تطعيمه كده من نيكل كروم مع الايه، مكمله الشكل كده زي تريم مع مكمل مع المقبض بتاع الباب. والمسند بتاع اليد هنا ده جاي من الجلد، وفي خطه برده ايه من اللون الاحمر. مساحه التخزين اللي موجوده في الباب لا حلو، كبيره، حجمها حلو. بتيجي عربيه جيلي جي اكس 3 برو بتيجي باربع سماعات. زاويه الدخول حلوه مش وحشه يعني، وانت داخل مرتاح. القعده ورا بالنسبه للفرق اللي بين الركبه وظهر الكرسي الامامي، انا مرجع الكرسي قوي فالفرق بسيط، لكن انا قاعد مش متضايق. لكن طبعا لو واحد اقصر مني شويه وقدم الكرسي لا هيبقى قاعد ورا مرتاح. انا بحب اوصف لك بس ايه بتفاصيل قوي يعني، لكن القعده مش بطاله لكن مش مزنوق يعني. انا في برضه هنا براحه اهو. نفق الفتيس يكاد يكون لا يذكر اهو، يعني عامل زي يكون فلات، هو عالي حته بسيطه كده بتاع حوالي عقله ونص صباع بالظبط، عقله ونص صباع بالظبط. اللي قاعد في النص هيبقى قاعد مرتاح مش متضايق. الجميل بقى اللي انا لاحظته في العربيه هنا ان العربيه تاخد 3 متوسطي الحجم في الكنبه اللي ورا دي مرتاحين كويسين يعني، مش العربيه مش مزنوقه، الكنبه حجمها حلو عريض. فاللي قاعد هنا انا اهو بجسمي ده، ممكن 2 بجسمي تاني يجوا برده جنبي، فالعربيه معقوله. بقول لك العربيه فعلا على قد كده والله، عربيه مش وحشه يعني، عربيه اقتصاديه وسيمبل قوي لكن مش وحشه. نبص هنا بقى في مساحه تخزين عندنا ولا لا؟ في بس انا مش هقدر ارفع مش عارف ارفع، بس هنا في اهو، انا هحاول اوريها لك كده. في هنا برده جيب تخزين في ظهر الكرسي الامامي، مش عارف هنا في، لا مفيش ارم ريست هنا، لكن في الايزوفيكس مثبت كراسي الاطفال موجود. اللي بالنسبه للباب الخلفي في العربيه لا في مساحه تخزين والله مساحتها حلوه مش وحشه. مفيش هنا في ورا فتحات تكييف، ولكن في فتحه يو اس بي برده اهي، موجود فتحه يو اس بي هنا ورا اهي، نقفلها. وفي هنا كده مساحه تخزين
لطيفه كده اللي قاعد ورا يعني. لو معاك متعلقات صغيره اللي قاعد ورا يرميها هنا عشان ما تبقاش مضايقاه او تقع منه يعني. لا العربيه جايه برده جلد، كراسي جلد. العربيه مخدومه على قد انها عربيه اقتصاديه لانها عربيه مخدومه يعني، بس العربيه برده عائليه مش بطاله يعني، تقدر تقول عليها برده عربيه عائليه. طبعا مش متوقع من عربيه اقتصاديه يعني ان انا هلاقي الكبوت بتاع العربيه بيفتح هيدروليك، ولكن هنشوف الدنيا عامله ازاي. زي ما توقعت طبعا الكبوت مش هيدروليك، والله انا اول مره افتحها على فكره، بس في عزل هنا ودي بتبقى حاجه برضو كويسه في العربيه. بالنسبه للموتور مفيش تصفيح اسفل الموتور، لكن لو اتكلمنا بقى على الناحيه الميكانيكيه في العربيه كموتور، موتور العربيه بينزل 1500 سي سي تنفس طبيعي، 4 سلندر، 103 حصان بيتحققوا عند 4400 لفه في الدقيقه، 140 نيوتن برضه بيتحققوا عند 4400 لفه في الدقيقه، وكل ده متوصل بناء الحركه سي في تي. العربيه بتيجي بمواصفات امان هايله جدا. اولا فيها 2 اير باجز، ودي طبعا عشان عربيه اقتصاديه وعلى قد القيمه بتاعتها الاقتصاديه، ولكن فيها مواصفات السلامه الخاصه بقى بالفرامل والحاجات دي كلها. لا في عربيه منظومه هايله جدا، فيها اي بي اس، اي بي دي، اي اس بي، فيها كمان مراقبه ضغط الاطارات، فيها الهيل ستارت اسيست، فيها طبعا قلنا كاميرا رجوع خلفيه وسنسورز خلفي، فيها تراكشن كنترول. فالحقيقه على الرغم من كده العربيه فيها مجموعه امان وسلامه هايله جدا. بتيجي طبعا عربيه بتعليق امامي ماكفيرسون والتعليق الخلفي تورشن بيم. لو جيت تسالني على رايي الشخصي او تقييمي الشخصي للعربيه، العربيه فعلا عربيه اقتصاديه جدا، عربيه تصلح استخدام عائلي كويس جدا، عربيه تصميمها شيك رياضي، عربيه قويه. من حيث مواصفات الامان، عربيه فيها مواصفات امان مقبوله بشكل كويس جدا. فالعربيه الحقيقه لا هي بالنسبه لقيمتها السعريه والتنافسيه، اللي هي قيمتها السعريه طبعا لحظه تصوير الفيديو هي قيمتها دلوقتي حوالي 820,000 جنيه، فتعتبر هي لا عربيه فاليو فور ماني.